مساء الخير على حبايبي متابعيني، يا رب دايما كده تكونوا بخير وسعادة. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، هنعمل مع بعض كده خبز صحي مناسب للدايت ومرضى السكر. حلو قوي للفطار او العشاء. السعرات بتاعته منخفضة لان احنا هنعمله من دقيق القمح الكامل، مع ان الدقيق ده من اصعب الانواع الدقيق ان هو يطلع لك المعجنات هشة وطرية زي ما انتوا شايفين كده. بس احنا هنقول النهاردة على شوية تكات هتخلي لك العجينة طرية وهشة وتحفة. شايفين بقى الطراوة والهشاشة اللي في العجينة بتاعتنا النهاردة؟ حلو قوي. هنعملها كمان بحشوات مختلفة، وهقول لكم على بدائل الحشوات واحنا شغالين. تابعيني بقى في الفيديو علشان نشوف الطريقة. بس يلا بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. انا جبت كده قطعة من خميرة البيرة، لو عايزة تستخدمي الجافة مفيش اي مشكلة. جبتها كده حطيت عليها معلقة صغيرة من عسل النحل، لازم طبعا يتحطي سكر يتحطي عسل عشان الخميرة بتاعتك تشتغل. وهقلبهم كده كويس قوي، وهبتدي كده ان انا احط 3 معالق من المية الدافية كده. تمام، هسيبها بقى كده شوية وهبتدي احضر المكونات بتاعتي. جبت كده بولة حطيت فيها 100 جرام من الجبنة القريش، وكمان حطيت معاها 100 جرام من الزبادي اليوناني. احنا عملنا الزبادي اليوناني على القناة، هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. او ممكن تحطي كمان من الزبادي العادي مفيش اي مشكلة، وتخصمي السوائل من المية اللي هنحطها بعد كده. وكمان حطيت بيضتين كاملين، الصفار مع البياض. وكمان هحط عليهم كده رشة من الفلفل الاسود عشان ما يبقاش فيه زفارة. وهستخدم في الوصفة دي الهاند بلندر. احنا استخدمنا زي ما قلنا كده 100 جرام من الجبنة القريش و100 جرام من الزبادي. ممكن تستخدمي ال 200 جرام كلهم يا جبنة قريش يا زبادي، يعني عادي مفيش مشكلة، على حسب المتاح والمتوفر عندك. انا كان عندي جبنة قريش وزبادي فقلت ايه، اخلط بين الاتنين، وضربتهم كويس بالهاند بلندر بقوا بالشكل ده. حلو قوي كده. هجيب بقى معلقة كده من زيت الزيتون واحطها كده على المقادير السايلة، وهبدأ ان انا اقلبها بالشكل ده. خلاص كده تمام. هبتدي بقى ان انا اجيب كده 2.5 كوباية من دقيق الحبة الكاملة، او اللي هو الدقيق الاسمر، واحطهم كده في البولة اللي انا هعجن فيها. الدقيق ده حلو جدا، مناسب بقى للي بيعمل دايت وكمان لمرضى السكر. حط كده رشة بسيطة من الملح، ما تحاوليش تكتري الملح لو الجبنة القريش بتاعتك حايقة شوية، لكن لو عادبة خالص حطي كده رشة بسيطة من الملح. وحطيت كده على الدقيق الجزء السائل اللي انا عملته، اللي هو البيض والجبنة والزبادي اللي احنا ضربناه بالهاند بلندر. وهحط كده الخميرة بتاعتي بقت تمام زي ما انتوا شايفين كده. لو عايزة تستخدمي خميرة جافة مفيش اي مشكلة، بس انا بفضل البيرة. واحط كده معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وعلشان يحصل الفوران اللي انتوا شايفينه وتبقى العجينة بتاعتي هشة وطرية، هحط معلقة من الخل. انا قربت لكم الكاميرا عشان تشوفوا الفوران اللي حصل. الفوران اللي حصل ده بيخلي العجينة بتاعتك هشة وطرية جدا. ومعايا كده كوباية من المية، ببتدي كده اضيف جزء بجزء. انا مش هكمل حتى نص كوباية مية. وهبتدي كده اقلب كل المكونات بتاعتي بقى، المكونات السائلة مع الجافة، وهنزل كده المية حبة بحبة صغيرين قوي. خلي بالك لان العجين الاسمر بتبقى العجينة بتاعته طرية، ما بتكونش ناشفة، ما بتكونش قاسية يعني. هبتدي بقى كده اعجن بايديا عشان احس العجينة بايدي. تعجنيها بقى كويس، عجنة كويسة جدا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا العجن ده بياخد حوالي 5 دقايق. هحط كده بقى معلقة من الزيت على وش العجينة عشان لما اغطيها ما تلزقش في الغطا. انا اغطيها ببلاستيك راب، لو ما حطيتيش معلقة من الزيت هتبص تلاقيها لزقت كلها في البلاستيك. حلو قوي كده. هجيبها كده بقى واغطيها، لان العجينة بتاعتي فيها خميرة ومحتاجة ان هي تقعد شوية وتخمر. وعايزة اقول لكم على معلومة، ان الدقيق الاسمر بيخمر بسرعة، ما بياخدش نص ساعة. انا غطيتها كويس كده وسبتها في مكان دافي، ما كملتش تلت ساعة بالظبط. بصوا بقى العجينة بتاعتي بقت بالشكل ده. حلو قوي كده. شايفين بقى الفراغات اللي جواها علشان التكاية اللي احنا عملناها. البيكنج باودر حطينا عليه معلقة من الخل، خلى العجينة بتاعتي هشة وطرية جدا، مع انها من الدقيق الاسمر. والدقيق الاسمر ما بتكونش العجينة هشة قوي، بس العجينة بتاعتها زي ما هنشوفها دلوقتي هتبقى تحفة قوي بعد التسوية. ابتدأت كده اخد العجينة بتاعتي واقطعها لكور متساوية زي ما انتوا شايفين كده. الكورة بتاعتي صغيرة ما هياش كبيرة، حاولت ان انا اصغر زي ما انتوا شايفين كده، هي تبان لك ان هي كبيرة بس انا عاملاها صغيرة لان انا لسه هحشيها.
عملت كل الكمية، طلعوا حوالي 18 أو 19 قطعة زي ما انتوا شايفينها كده، من 2.5 كوباية من الدقيق. هغطيهم كده أثناء ما أنا شغالة، مش هسيبهم يخمروا تاني في الطبق اللي أنا قطعت فيه. بس هجيب بقى الطاجن بتاعي وهبتدي كده إن أنا أدهنه دهنة من زيت الزيتون، ادهنيه كويس حتى من الأجناب. ودلوقتي بقى هجيب العجينة بتاعتي كده واحدة بواحدة، وهبتدي إن أنا أحشيها. عايزة تعمليها سادة مفيش أي مشكلة، عايزة تعمليها محشية وحشوات مختلفة هقولك عليها دلوقتي. دي جبنة رومي كده مع جبنة شيدر. هو أهم حاجة في الجبن والحشوات اللي هتحطيها تكون من أصل حيواني مش من أصل نباتي، يعني متبقاش نباتي الدهن. هحط كده شوية من الجبنة وهقفل عليها كويس قوي، لازم تقفلي عليها علشان في الفرن العجين بتاعك ما يفتحش. وهدورها كده بإيدي وهحطها، وهاخد واحدة تانية هفردها كده بس بإيديا فردة بسيطة، ما تحاوليش ترقيها من النص. وهحط كده بقى قطعة من البسطرمة، حشوة البسطرمة دي بتبقى تحفة جدا، وكمان حتة صغيرة من الجبنة وشريحتين من الزيتون. عايزة اقولكم بقى ان الحشوة دي بتبقى خطيرة جدا، وريحتها كمان وهي بتستوي بتبقى تحفة قوي. وهحط بقى القطعة جنب القطعة، مش هحاول اسيب اي فرق، ولو سبتي فرق يبقى فرق بسيط جدا، لان هي لسه هتخمر وتملى المكان بتاعها. ودي قطعة من الجبنة البيضة البراميلي. اي حشوة عندك بقى استخدميها اللي انت بتفضليها وبتحبيها. وكمان بعد كده هعمل كده حشوة من الجبنة مع الزعتر، بتبقى حلوة قوي. انا كده كملت الطاجن بتاعي، هبتدي بقى كده اغطيه، مش هشتغل فيه ولا هعمل فيه اي حاجة، وهسيبه ساعة كاملة. هو بصراحة انا لفيت الفرن تدفية بسيطة وسبته، وطبعا طفيت الفرن بعديها، يعني ما دفيت الفرن وطفيته، وحطيت الطاجن بتاعي كده وغطيته وسبته تلت ساعة، كانت خمرانة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وجبت كده بيضايه ربيتها كده مع معلقه من الخل، ما تحاوليش تحط لها فلفل اسود، لان الفلفل الاسود هيبقع كده في الوش وهيخلي شكلها مش حلو. انا قسمت العجين بتاعي على طاجنين صغيرين زي ما انتوا شايفين كده. الاجزاء الباقيه ان هم كانوا 18 او 19 قطعه، الاجزاء الباقيه حطيتها كده. وجبت كده البيض زي ما بقول لكم، ودهنت كده الوش بس بالراحه. انا بشتغل قدامكم بسرعه لاني مسرعه الفيديو. بالراحه جدا وانت بتتعاملي مع العجين بعد ما خمر، لان اي خبطه في العجين هيهبط وهيبقى شكله مش حلو خالص. ورشيت كمان بقى حبة البركة والسمسم ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180، قعدت كده من ربع ساعة لتلت ساعة. شايفين بقى هي سخنة مولعة، الطراوة والهشاشان مفيش بعد كده. بس انا حاولت ان كده ان انا اغطيها، غطيتها كده دقيقتين تلاتة. شايفين بقى كمان الطاجن التاني الصينية التانية تحفة. عايزة بقى تحطي كده حبة بركة وسمسم على الوش براحتك، عايزة تعمليها سادة من غير اي حاجة على الوش برضو دي حاجة ترجعلك انتي. بصوا كده بقى هقطع قطعة معاكم، انا سبتها شوية لغاية ما تبرد. بصوا كده بقى تحفة، شايفين هشة وطرية ازاي، حلوة جدا. وعايزة اوريكم كمان الحشوة اللي جوه، يا خبر ابيض على الجمال. شايفين بقى الطعامة والجمال، حلو قوي. ولا الحشوة بقى بتاعة البسطرمة يا جماعة كانت تحفة، والريحة وهي بتتخبز كانت قلبة الدنيا. الحشوات انا قلت لكم على حشوات كتير، ممكن تستخدمي بقى الحشوة اللي انت بتفضليها وبتحبيها. شايفين بقى الحلاوة والجمال، حلو قوي ولذيذة ومغذية، وطريقتها سهلة وبسيطة. ومش مع ان احنا بنعمل دايت يعني مندلعش نفسنا، لا اعملي بقى زي ما انت عايزة. انا جبت كده قطعة ما كانتش محشية، حطيت فيها كده عودين من الجرجير، وقطعة من الجبنة اللايت اللي كنا عاملينها مع بعض، وكمان شريحتين من الطماطم. بقى سندوتش تحفة جدا ومغذي ومشبع. يعني براحتكم، عايزين تعملوها سندوتشات زي كده او تحشوها حشوات قبل ما تدخل الفرن، اللي انت عايزاه. انا بتمنى تكون الطريقة بتاعتنا النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.